جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من أبيه وقال: يا رسول الله، أبي أهلك مالي، أخذ مالي، لا يبقي لي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: اذهب وأحضره لنسمع منه. ذهب الولد إلى أبيه، وبينما هما في الطريق قادمان، هذا الأب من شدة ألمه من صنيع ابنه به قال أبياتا في نفسه من الشعر ما سمعها أحد. ثم وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما شأنك مع ابنك؟ أخذت منه المال؟ قال: يا رسول الله، اسأله أين أنفق هذا المال؟ أليس على عماته وأخواته؟ فرسول صلى الله عليه وسلم سأل الشاب فقال: نعم. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأب وقال: اتركنا من هذا الآن. ما الذي قلته في نفسك وأنت قادم إلي؟ من الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نزل جبريل لعظمة ما في قلب هذا الأب من الحزن ليرسل رسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل مكلوم مجروح من ابنه، وقد قال أبياتا في قلبه اسمعها منه. فالرجل بهت واستغرب وقال: أشهد أنك رسول الله، والله ما قلتها لمخلوق بل زورتها في نفسي. قال: قلها. يقول: قلت غدوتك، يتكلم عن ابنه، غدوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أدني عليك وتنهل، إذا ليلة نابتك بالشكو لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني، وعيني تهمل، تخاف الردى نفسي عليك، وإنها لتعلم أن الموت حتم مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي منك غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذا لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يعمل. هنا انتفض الرسول صلى الله عليه وسلم وقال للشاب: قم أنت ومالك لأبيك. هذا الألم الذي وصل في قلب هذا الأب حتى إن جبريل ينزل من السماء موجود في قلوب كثير من الآباء في هذا الزمن. إنه أبوك وأوسط أبواب الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال لنا أنك لن توفيه حقه إلا في حالة واحدة. أتعلمون ماذا قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا يجزي ولد عن والده، يعني لا يمكن أن توفي حق الأب إلا أن تجده مملوكا فتشتريه فتعتقه، هنا تكون أديت حق الأب. من يستطيع أن يعمل هذا في هذا الزمن؟ إذن لا يمكن أبدا أن توفي حقه، لأنك أيها الابن فيك 3 خصال ورثتها في أبيك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الابن مجبنة مبخلة محزنة. الابن، أنا وأنت أبناء، مجبنة تجعل أبوك دائما خائف عليك منذ أن ولدت إلى أن يفارقك وهو يخاف عليك، يخاف عليك في تربيتك، يخاف عليك في رزقك، يخاف عليك في دراستك، يخاف عليك في عشرتك، يخاف عليك في كل شيء، حتى تفارق بعضا لا يفرقكم من الموت وهو حزين عليك. مجبنة خائف عليك، محزنة دائما تدخل في قلبه الحزن. لماذا؟ لأنه يخشى أن يقصر في حقك في حياتك، لا يريد أن يكدر خاطرك، كل ليلة ينظر إليك، يحاول أن تنام وأنت آمن مطمئن. ثم بعد ذلك إذا افترقتما فإنه لا يحزنه شيء أشد من أن يراك بعيدا عن ربه أو بعيدا عن طاعته. ثم ماذا؟ ثم قال: ومبخلة. ما معنى مبخلة؟
أي أنه يحرم نفسه من لذات العيش